تنويم وما في جراحة وما في أي شيء، زي ما أنا قاعد في الكرسي هذا خلص الموضوع كله، بس احتاجنا علبة موية. السلام عليكم، معكم عمار ناصر من اليمن. طبعا اليوم سوينا الكبسولة الذكية والكبسولة المبرمجة مع دكتور أحمد المصري، والموضوع جدا جدا سهل. من أول ما عملناها وسوينا الأشعة قبل وبعد، الموضوع كله ما أخذ ربع ساعة. وطبعا رحلتي كانت أمس وعملتها اليوم، واليوم الليل مسافر، فحتى ما تضر، يعني الواحد يقدر ياخذها ويسافر ويكمل حياته الطبيعية، وما في تنويم وما في جراحة وما في أي شيء، زي ما أنا قاعد في الكرسي هذا خلص الموضوع كله، بس احتاجنا علبة موية. يعطيك العافية يا دكتور أحمد. دي كانت تجربة تركيب الكبسولة الذكية من العيادة، حبينا نشاركها معاكم عشان تشوفوا قد ايه هي سهلة وبسيطة. أهم حاجة بتميز الكبسولة إنها أوفيس تكنيك، بتركب في العيادة زي ما شفنا كده بمنتهى السهولة، مش محتاج بنك ولا بتحتاج منظار ولا أي حاجة خالص، 4 شهور بتدوب وتنزل لوحدها. أهم حاجة في الكبسولة هي المتابعة اللي بعدها. المتابعة عندنا في العيادة بتتم من خلال فريق الدعم النفسي، التغذية، تعديل السلوك، عشان نحس بفرق.